تفتكر إزاي مصر عبرت المستحيل في حرب أكتوبر 1973؟ مش بالدبابات بس، لكن بعقل واحد عبقري، بطل اسمه محفور في التاريخ، الشهيد الفريق أحمد حمدي، مهندس النصر واليد النقية وصاحب الكباري العائمة اللي غيرت مجرى الحرب. بالظبط. تخيل مهندس واحد بيخطط، بيبتكر وبيغامر بحياته. ده مش مجرد ضابط، ده أسطورة عسكرية وهندسية خلت اسم مصر يتكتب بالنصر. اتولد أحمد حمدي يوم 20 مايو 1929 في المنصورة، ابن الأسرة بسيطة من رجال التعليم، ومن صغره بانت عبقريته في العلوم والهندسة. دخل كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم ميكانيكا وتخرج بامتياز، وبعدها التحق بالقوات الجوية سنة 1951، لكنه موقفش هناك. في 1954 انتقل لسلاح المهندسين، وهناك بدأت أسطورة المهندس المقاتل. فاكر العدوان الثلاثي 1956؟ أحمد حمدي كان هناك وفجر كوبري الفردان بنفسه عشان يمنع العدو من العبور، وكانوا بيسموه اليد النقية لأنه أبطل آلاف الألغام ودرب أجيال كاملة على تفكيكها. وفي 1967 لما صدر أمر الانسحاب رفض ينسحب إلا بعد ما يدمر خطوط مياه سيناء عشان ما توقعش في إيد العدو. حتى فكرة أبراج المراقبة الحديدية على شاطئ القناة كانت فكرته، رؤية عبقرية في وقت ما كانش عندنا لا سواتر ترابية ولا وسائل رصد. في 1971 اتكلف بتشكيل لواء كباري جديد لتأمين عبور الجيش الثالث. تحت إشرافه اتصنعت الوحدات العائمة واتطورت الكباري الروسية علشان تناسب ظروف القناة. عارف الإنجاز ده معناه إيه؟ الكباري اللي كانت بتحتاج 74 ساعة تركيب، أحمد حمدي وفريقه عملوها في 6 ساعات بس. ده إنجاز غير مجرى الحرب. والأهم، يوم 6 أكتوبر رفض يقعد في غرفة القيادة، قال عايز أكون وسط رجالي، وفضل مع الجنود بين الكباري والمعابر لحد ما اطمن إن العبور شغال، وصلى ركعتين شكر لله على رمال سيناء المحررة. لكن يوم 14 أكتوبر 1973 وهو وسط رجاله بيبني كوبري جديد لتطوير المعركة، حصلت أزمة كباري طافية في القناة. قفز أحمد حمدي بنفسه على ناقلة برمائية وسحب البراطيم بعيد عن منطقة العمل، ورجع يكمل مع رجالته رغم القصف الإسرائيلي المستمر. قبل انتهاء العمل أصابته شظية قاتلة، كان المصاب الوحيد، لكنه استشهد وسط جنوده زي ما عاش معاهم. بعد استشهاده منحوا الرئيس أنور السادات وسام نجمة سيناء من الطبقة الأولى. واختير يوم 14 أكتوبر يكون عيد المهندسين، وتسمى أكبر نفق يربط سيناء بباقي أرض مصر باسمه، نفق الشهيد أحمد حمدي. وقال عنه الفريق سعد الدين الشاذلي: كان عبقرياً استثنائياً، صنع المستحيل بيديه. البطل أحمد حمدي مش مجرد اسم في كتب التاريخ، ده قصة كفاح وإيمان وعبقرية هندسية صنعت عبور قناة السويس. هو مهندس النصر اللي بذكائه وعلمه عبرت مصر للمستقبل وخلد اسمه في قلوب المصريين للأبد. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك. متاح على يوتيوب وكل منصات البودكاست.